اللباس اللي انا اليوم اللي معروف في الجزائر بالبدرون الجزائري. وصلني 500 مليار كومنتير في تشكيك وطنيتي، في تشكيك لهويتي، اللي هو شيء لا اسمح به بتاتا بتاتا، لا اسمح به. هذا الشيء ما كيعطيكمش الحق لا لكم ولا لغيركم ولا لاي حد اخر ان يشكك في هويتي. يعني في مده معينه كانوا كيشككوا انه لا انت ماشي ريفيه، انت ماشي امازيغيه، ريفيات ما كيغنيوش. انا امازيغيه انفن على الجميع، ومغربيه وافتخر انفن على الجميع. هذه اول حاجه. كيقول لي طحتي من عينينا، كنتي كتعجبيني. حتى انا غنقول لكم، انا ما جيت هنا بوغ بليغ تو الموند. انا اللي بغاني مرحبا، واللي ما بغانيش الف مرحبتين ويا اهلا وسهلا فيه. يعني بحكم الموقع ديالنا الجغرافي مع جارتنا الجزائر، كاين اشياء اللي تبادلناها مع بعضنا مع الزمن، اشياء اللي تشاركناها مع بعضنا. الا مشينا للوجده والنواحي كنلقاو اشياء اللي كانت في الاصل في الجزائر. كاين هذه شحال الحايك، العيالات كيلبسوا البلوزه، كاين الحلوه ديال المقروط، وزيد 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 وزيد. وانا كنعرف مزيان الفرق ديال بين الجبادور وبالبدرون. الجبادور ماشي هذيك هي لاكوب ديالو، حسستوني بحال انا عمرني ما شفت جبادور مغربي وعمرني ما لبست جبادور. ولا لو موديل اللي كنت لابسه انا فيه سفيفه، هذا ما كيعنيش انه غادي يجي نسبو انا ليا. علاش؟ لانه انا دابا هنايا في البلاكا ديالي عندي 500,000 عبايه فيها السفيفه المغربيه، ولكن ما يمكنليش انا نجي نسب العبايه للمغرب. علاش؟ حيت فيها السفيفه. من نهار حلينا عينينا ونهار شفنا في التلفازه وحنا كنعصبوا بلي العبايه منين جايه من الخليج، دونك ما غاديش نجي انا حيت فيها السفيفه نقول لا العبايه مغربيه. وجاي كيقول لي لا انت بغيتي بحال ترضيهم ولبستي داك اللباس وقلتي بلي هذاك اللباس ديال الجزائر، حيت هما جاو عاتبوا قال لك هي مبروك علينا جزائريه. اول حاجه انا هذيك الاغنيه غنيتها وحنا فرحانين، تكون جزائريه مصريه يابانيه عادي، حنايا اي اغنيه فرحتنا حنا كنغنيوها. وانا نحترم جدا انهم عرفوني بلي ديك الاغنيات غنات على واحد المناسبه كانت عندهم، وفرحت انه اوكي معلومه زايده تعرفتها. انا ما معروف عليا اني ما كنديرش بيت الطناجر، معروف عليا انه انا ما كنجيش اتملق. التملق ماشي من طباعي ولا من عاداتي، وما عمرني بغا نكون متملقه. وكون بغيت نجي نتملق كنت تملقت على اشياء اللي غادي تعطيني شي حاجه كثيره في الفن، وبالعكس انا كنبغي نمشي خطوه بخطوه وعلى مهلي باش ما نهز. المهم بلا ما نهضر. وداك انا عارفه فين باغيين تحطوني، انا عارفه هذوك الناس اللي كيصيفطوا لي عارفاهم فين باغيين يحطوني، في واحد الخانه معينه. كنقول لكم والله لا حطيتوني فيها، وكنقول لكم والله لا وصلت داك الشيء اللي باغيين توصلوا ليه. ومغربيه ابا عن جد، اللي ما عجبوش الحال